اسمع، لما تطلع تعيب في ولاد بلدك عشان تعمل فيديو على الفيسبوك يجيب معاك 30 و40 دولار، يبقى انت راجل مش جدع، ولا عدى عليك الاصول ولا تعرف عنها حاجه. لما كل الدول تبقى بسبوسه بالسكر والمصريين بس هم اللي بياكلوا لقمه عيش بعض، وهم اللي بيزروا في بعض، وهم اللي بيطفشوا بعض من شغلهم، يبقى انت راجل مش جدع. مش معنى انك انت قابلت ناس وحشين وناس ادتك على وشك يبقى كلنا وحشين. ما تعممش على المصريين، انا بكلم اي عيل ليفه بيغلط في المصريين. دوروا كده حواليكوا كمغترب، هتلاقي لو تعبت لا قدر الله اللي بيوديك المستشفى صاحبك المصري اللي معاك. بتاكلوا مع بعض، بتشربوا مع بعض، بتعملوا كل حاجه مع بعض. انتوا مصاحبين مصريين؟ يعني الناس اللي بتقعد تأيد الكلام ده، ما تسمعوش كلام الناس دي، عشان الناس دي سوقت سمعتنا، والناس دي بسببها انتوا ما بتلاقوش شغل، لان هم المشكله ان هم مصريين وبيطلعوا يذموا في المصريين. ابعدوا عن الوحش وقربوا من الحلو.